مع الأسف الشديد ما ظهر فساد وانحراف اللي روجت لها المسلسلات للأسف بالحق اليوم تكتسح المعاهد متاعنا وتتسبب في مأساة وكوارث. الصحيح هذا ولا؟ شنو صحيح؟ أكيد الفساد والانحراف والانحلال الأخلاقي. هذه كيما السوسة، فهمت كيفاش؟ وهذه ظاهرة ماشية وتزيد معناها باش تتفشى. احنا قبل نخزروا روحنا من رواحنا، قبل كنا صغار نقراو نمشوا المكتب احنا وحدنا، ما يدور بينا حد، ما يكلمنا حتى حد، ما نخالطوش، ما نقربوش. انا اليومنا هذا عندي معلم عزيز عليا وغالي اسمه نجيب الحمامي. نجيب الحمامي اليومنا هذا نقعد في القهوه وولدي معايا، فهمت كيفاش؟ نبعد من بحذاه، يقول لي ولدي ايش بيك؟ نقول له راه المعلم هذاك راه قراني راني نحترمه وما نحبش راه كيف بحذاه، فهمت كيفاش؟ هذه معناها وان بليس سامحني ثم كلمه تتقال اصل يغلب الطبيعه، راه الاصل يغلب الطبيعه. هذه حاجه انت تربي وتعلم ويا ربيش، فهمت كيفاش؟ حتى الطفل الصغير حتى كان حرف ولا كي باش يخالط ولا كذا يرجع لاصله من بعد على شنو عاش وعلى شنو تربى، فهمت كيفاش؟ مش انت ما تربيش سامحني وتزيد سايبه في الشارع يهمل، والام تخدم والبو يخدم، سامحني فهمت كيفاش؟ الام تخدم والبو يخدم ولا رقيبه ولا حسيب. كيفاش حبوا طفل يطلع سامحني؟ اما منحرف اما باش يتكيف، ماك تعطيه الفلوس انت رجون بوش ولا يجيبوا معبي ولا باش يمشي باش يجرب هذه بيجرب هذه باش تبع فلان وفلتان وعمرو زايد. انت صغير كي ما تخوش معاه سباس تاع وقت سامحني ما تحكيش معاهم ما تقنعوش سامحني. كيفاش تحبوا؟ باش يمشي باللي في مخه هو. اليوم بالحق للاسف الشديد كي نشوفوا بعض ديما نقولوا بعض رانا ما نعموش اليوم كي نقولوا بعض من من الاعمال الرمضانيه يخرج من غاديك الى ارض الواقع يمشي المعاهد نتاعنا. اليوم نشوف صغيراتنا يستهلكوا في المخدرات، اليوم اخرتها جريمه قتل معناتها بشعه في وسط المعهد. علاش وصلنا كايا اليوم؟ خويا البلاتوات والتلافز ونقولها على مسؤوليتي، اكثر فساد في التلافز وفي البلاتوات ويميعوا في الشباب وبثوا الفساد وبثوا السموم تاعهم خويا كي ما حبوش تاو وحد ما يكلمهم خويا، فهمت كيفاش؟ هذه حاجه. ثاني حاجه تحكي على التلفزه، انا ما نتفرجش فيها التلفزه مع عائلتي. عندي انت صغار سامحني التلفزه ما نتفرج فيها مع العائله، أنا ما نجمش نتفرج فيها، فيها الغش، فيها الكلام الزايد، فيها كل شيء، فهمت كيفاش؟ وبرشا حاجات صغار تتعلموها على التلفزه، برشا حاجات تعلموها على الواحد، فهمت كيفاش على التلفزه. هو معناتها اليوم كي نقولوا الحل بكري نطرحوا في الاشكال وفي المشكل، الحل اليوم شنو يتمثل؟ انت معاه اليوم تكثيف الدوريات الامنيه اللي يكونوا موجودين معناتها امام المعاهد نتاعنا، نكثفوا في الدوريات هذه، مع العائله تتدخل، مع حارس زاد المدرسه يفركس الصغير قبل ما يدخل زاد سامحني، تاع شنو داخل تحتك سلاح ابيض ولا تاع شنو داخل وانت مستهلك مدام مخدر. سامحني الدوريات الامنيه يخدموا صحيح وربي يعينهم، اما لكن سامحني زي ما خدنا كامله وشامله هذه سامحني، على خاطر تحط لي انت اليوم دوريه مثال اليوم في الليسي هذا وغدوه ما تلقاهاش انت الدوريه سامحني، واللي باش تحسبوا انت يحسبوا هو اكثر منك، اللي باش يبيع ولا باش يهز سلاح ابيض ولا باش يعمل عنف ولا باش يوري روحه ولا باش كذا، فهمت كيفاش؟ يلزمها خطه كامله هذه وزاره الداخليه تتكلف بها، فهمت؟ معناها تو الصغار تو ما ثماش حتى دوريات، تو بعض المكاتب بعض الليسيات قليل ما قل وانا ندرك نشوفها، وفي المتروات كيف الفساد مش كان في الليسيات بركه راهو، حتى في الشارع في الطريق في القهوي سامحني كونسيميو، فهمت كيفاش؟ في هي بطبيعه الحال في القهوي في كل بقعه سامحني، اي بقعه ما فيهاش مراقبه ما فيهاش عينين راه باش يسالكوا فيها باش يفسدوا فيها باش يعلموا فيها برشا حاجات راهو، فهمت؟ احنا نقولوا ربي بقي الستر على امه محمد وربي يهدي احنا صغيراتنا وكهو. انت تقول لي مسلسلات انا نقول لك الموضوع هذا مانيش اهل باش نبت فيها راي، ثم علماء نفس ومختصين يلزم يدرسوا الموضوع بصفه جديه ويتعمقوا ويشوفوا شنو الاسباب والمسببات، فهمتني؟ ولا حياه لمن تنادي لمن يهمه الامر باش ياخذ بعين الجد الوضعيه هذه اللي مزريه وتخوف، وما ثم حتى دراسه وما ثم حتى مبادره معناتها تبين باش نفهموا شنو الاسباب والمسببات الحقيقيه، ثم ناس مختصين في الميدان هذايا ينجموا يعطيونا رايهم وينجموا يشوفوا لنا الاسباب والمسببات. انا غير قادر، انا شيء يحزنني شيء يأسفني اللي عشنا الانضباط في المدارس نتاعنا وكانت عندنا اطار تربوي نحترموه ياسر، والتسيب هذايا مانيش فاهمه، وبكل صراحه وزاره التربيه ولا الدوله مطالبه باش تاخذ بعين الجد الموضوع هذايا، مش حدث طارئ ونتعداو عليه.
ثم اسباب عميقه تخلي العنف هذا يتفشى في المدارس.